اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ من اجمل الحلويات اللي ولادك طبعا بيعشقوها واكيد انت كمان بتحبيها وهو كيك الشوكولاته. وعايزه اقولك ان هو سهل جدا وهيطلع معاكي هش وطري. وبصي بمعيار بسيط جدا جدا هتطلعي حاجه عظمه بجد بجد عظمه. حاجه كده طريان وهشاشه. بصوا الجمال، هي بتتكلم عن نفسها ومش هتاخد منك والله نص ساعة وهتكوني عاملة أحلى كيك. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة؟ حاجة بسم الله ما شاء الله. صلي على الحبيب وحطي اللايك يا بطة يا وزة يا حلوة انت وهي. وتعالي شوفي احنا عملنا ايه مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة، هي سهلة جدا مفيهاش أي حاجة خالص. الخلاط بتاعك كده زي ما انت شايفة. هتجيبي كوباية من السكر العادي، بس يعني ايه، أنا بفضل بصوا في الكيكة الغامقة يعني مش بشترط نوع سكر معين. عارفه حتى لو سكر التومين شغال. حطينا هنا بقى كوبايه من الزيت وكوبايه من السكر كده زي ما انتم شايفين، بس هو بس الزيت يبقى نوع كويس عشان يدي طعم كويس. ودول نص كوبايه من الكاكاو الخام اللي هو الاسباني. بس كده دول حطيناهم كده في الخلاط، وهنحط كوبايه من اللبن. وخلي الكوبايه معيار ثابت. يعني بصوا الكوبايتين دول معيار واحد، الاتنين قد بعض اهو. هنحط كمان كوبايه من اللبن. وهتشغلي الخلاط بتاعك وهتضربي كل المكونات دي ضرب كويس جدا. ودي اهم نقطة هنا بقى. بعد ما ضربنا كل المكونات في الخلاط هناخده منها كوباية من الصوص دوت، وهنحطه الكوباية في التلاجة علشان خاطر دلوقتي الجو حر جدا. هنا بقى كده بقية الخليط هننزل عليه 2 من البيض الأحمر كده زي ما انتوا شايفين بدرجة حرارة مطبخك، وهننزل عليه كيسين من الفانيليا ونرجع نضرب مرة تانية. هتقولولي انت بتحطي البيض كده من غير ما تجربيه بره؟ لا، طالما انت بتجيبي البيض من حد انت واثقة فيه اشتغلي بيه على طول. حاسة نفسك مش واثقة فيه، اعمليه الاول في اي طبق بره كده وبعد كده حطيه هنا بقى. علشان ما نطولش على بعض، هي كوبايه ونص من الدقيق، حطيت لها معلقتين من النشا، وهحط عليها باكو من البيكنج باودر كده زي ما انتوا شايفين. واللي احنا ضربناه بقيه الخليط مع الاتنين بيض مع الفانيليا هننزله على طول على الدقيق والنشا بتاعنا ده كده والبيكنج باودر، ونبتدي نلف الدقيق مع الخليط ده كويس جدا جدا لغايه ما الدقيق يختفي معاكي نهائيا، ما يبقالوش اي اثر. تمام. وطبعا كله بالمضرب العادي كده. عايزه تحطي دقيق في الخلاط وتشتغلي مفيش مشكله، بس انا عن نفسي يعني عن شغلي انا بحب اشتغل كده. كل حاجه بحب اشتغلها بايديا، لان ربنا سبحانه وتعالى بجد عطانا الايد دي نعمه فعلا في حياتنا. فبنعمل بيها ايه؟ نشتغل بيها ونعمل بيها حاجات حلوه زي ما انتم شايفين كده. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى انا بحب اشتغل في الصينيه دي. انت تقدري تشتغلي في اي صينيه انت عايزاها. تمام. وزي ما انتم شايفين المعيار صغير فمحتاج صينيه صغيره. هنا بقى كده اللهم بارك، طلعت سبتها بردت شويه وقلبتها كده زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، طول عمري بعمل الكيك ما بيلزقش مني الحمد لله في الصينيه. ليه؟ النار بتبقى واطيه وبيبقى على الشبكه. يلا بينا بقى نجيب كوباية الصوص اللي احنا حطيناها في التلاجة ونبتدي ان احنا نحطها على وش الكيك بتاعنا كده. حاجة سهلة وسريعة وصدقوني مش مكلفة. بصوا تحفة بجد. دلوقتي بقت بره بكام؟ بقت غالية جدا جدا. بصوا بقى بالسباتيولا كده نبتدي ان احنا نساوي كده الشوكولاتة بتاعتنا. فانا بقى هساوي كده واظبط نفسي كده واوريها لكم بقى بعد ما تساوت كده وبجمالها وشكلها الحلو وبجد طعمها طلع روعة. وهنا بقى كده اللهم بارك ظبطنا الدنيا كده على قد ما قدرت. يعني انا ماليش بصراحة في التزويق والكلام ده كله، كل حاجة وليها حاجة طبعا انتوا عارفين. بس انا طبعا ايه حاولت بقدر امكاني كده ايه افرفشها وانعنشها كده زي ما انتوا شايفين. كان عندي بقى فاكهة مجففة، قلت هحط بس على نصها لان في حد عندي بيحب الفاكهة المجففة وحد لا. بس بجد زي ما شفتوها في بداية الفيديو كانت بجد تحفة طريان وهشاشة وحاجة حلوة جدا جدا وسهلة اهي. وشوفي بقى دلوقتي بقت الحاجات دي بره بكام. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. يا رب الفكرة والطريقة تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم السلام عليكم.